البيتزا أكلة ليها شعبية عالمية من أول إيطاليا لحد أي بلد في العالم، والنهاردة هنتكلم عن السعرات الحرارية في بيتزا هات. مش هنقف عند قطعة مارجريتا أو بيبروني بس، لأ هناخد جولة كاملة على معظم الأنواع الإضافات والمشروبات، ونشوف إزاي الأرقام دي ممكن تأثر على نظامنا الغذائي. خلي بالك الأرقام اللي هنقولها جاية من مصادر موثوقة، يعني معلومات دقيقة وموثقة. اول حاجه بيتزا المارجريتا عباره عن عجينه وصوص طماطم وجبنه موتزاريلا. السعرات في القطعه الوسط زي اللي شايفينه قدامنا في الصوره 190 سعره حراريه. طب 7 جرام دهون، 22 جرام كربوهيدرات، 9 جرام بروتين. لو هنحسب الوجبه 4 قطع فيها 760 سعر حراري. طب لو كلت 8 قطع يعني بيتزا وسط كامله فيها 1520 سعر حراري. يعني بيتزا كاملة لوحدها بتكفي احتياج يوم كامل لواحدة بنت أو نص احتياج ولد بيعمل رياضة بسيطة. بيتزا البيبروني وهي عبارة عن مارجريتا زائد شرايح بيبروني. القطعة الوسط فيها 210 سعر حراري، فيها 9 جرام دهون، 21 جرام كربوهيدرات، 9 جرام بروتين. يعني الأربع قطع حوالي 1040 سعر حراري. 8 قطع اللي هي بيتزا كاملة فيها 2080 سعر حراري. الرقم ده بيعادل تقريبا احتياج شخص بالغ في يوم كامل من السعرات. تخيلوا دي في وجبة واحدة. طب البيتزا السوبر سوبريم المكونات لحمة مفرومة وسجق وفلفل وبصل وزيتون وجبنة. القطعة الوسط منها فيها 230 سعر حراري، 10 جرام دهون، 22 جرام كربوهيدرات، 10 جرام بروتين. الأربع قطع منها فيها 920 سعر حراري. هنا السعرات بترتفع أسرع من المارجريتا والبيبروني بسبب كمية اللحوم والجبن. أجنحة الدجاج اللي هي الوينجز، الجناح الواحد فيه 80 ل 90 سعر حراري، وده على حسب الطعم سواء باربيكيو أو سبايسي. الست قطع فيهم حوالي 550 سعر حراري. يعني لو زودت وينجز مع بيتزا ممكن تضاعف السعرات بسهولة. لو البطاطس حجم صغير فيها 220 سعر حراري، لو حجم كبير من 400 ل 450 سعر حراري. طبعا الدهون عالية بسبب القلي، يعني طبق بطاطس كبير بيساوي تقريبا بيتزا مارجريتا صغيرة. نيجي بقى للمشروبات الغازية. البيبسي أو كوكاكولا 350 ملي فيها 140 سعر حراري. اللتر الكامل فيه 420 سعر حراري. يعني المشروب لوحده ممكن يزودك بنفس سعرات قطعتين بيتزا تقريبا. قطعة بيتزا فيها 190 ل 230 سعر حراري. لحرق قطعة البيتزا الواحدة في لازم نمشي مشي سريع 30 دقيقة أو جري 15 دقيقة. لو بتحب البيتزا قسمها على يومك، قطعة مع سلطة أو مع بروتين خفيف. نيجي بقى للأسئلة اللي بتدور في بالنا. هل البيتزا ممنوعة في الدايت؟ لا، بس لازم تتاكل بحساب. طب هل البيتزا بتتخن؟ لا، لو زيادة عن السعرات افضل بديل صحي للبيتزا اللي هي البيتزا بتبقى بعجينه رفيعه وجبنه اقل وخضار اكتر. الخلاصه البيتزا طعمها جميل جدا، بس لازم نعرف ان كل قطعه صغيره ممكن تدخلنا في مئات السعرات. السر في الاعتدال. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه. هنكمل سلسله السعرات الحراريه في اشهر الاكلات الجاهزه. سلام.